وردة بالجمال ده وفي أقل من 5 دقايق؟ أنا بتحداكي تعمليها أسرع مني. يلا دوسي بلاي ووريني شطارتك. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون التصميم رقم 3 لملف الورود. يلا بينا نشوف الأدوات والطريقة. الأدوات اللي هحتاجها عندي، هختار لونين. أنا هنا عندي إليس كوتون جولد، هختار اللونين دول وهكتب لكم الأرقام بتاعتهم على الشاشة. هستخدم إبرة رقم 3 ملي، وهحتاج كمان مقص وإبرة التشطيب علشان أنظف الخيوط بتاعتي. يلا بينا نبتدي على طول. هبتدي هنا أشتغل عقدة البداية واشتغل 5 سلاسل وأقفل بمنزلقة. ولو حابين تعملوا بطريقة الدايرة السحرية مفيش مشكلة. كل الدروس الأساسية هسيبها لكم فوق في الآي وتحت في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. عملت هنا أول 5 سلاسل، هدخل في آخر سلسلة وأقفل بمنزلقة. هبتدي أشتغل 2 سلسلة في الخيط على الإبرة وابتدي أشتغل الغرز بتاعتي جوه الدايرة. هشتغل 2 عمود من غير ما أكملهم علشان يبقى عندي المجموع اللي هو 3 غرزة عمود من غير ما أكملهم، وهو هو تناقص 3 غرزة عمود بالشكل ده كده. هلف الخيط على الإبرة من غير أي مسافات. هشتغل 3 غرز عمود بلفة من غير ما أكملهم، أول واحدة ودي تاني واحدة بالشكل ده كده، وتالت غرزة عمود من غير ما أكملها وأسحب من ال4 حلقات. هلف الخيط على الإبرة واشتغل واكرر نفس الكلام، 3 غرزة عمود من غير ما أكملهم اللي هي تناقص 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. وأسحب منهم كلهم. هكرر الموضوع ده قد إيه؟ 6 مرات، اللي هو هنا ادي 1 2 3 وهشتغل كمان 3. هكمل واوريكم نقفلها ازاي. انا عملت 5 مرات وهعمل الاخيرة معاكم. هلف الخيط على الابرة وادخل اشتغل غرزة عمود من غير ما اكملها، التانية بالشكل ده والتالتة بالشكل ده كده، وطبعا مفيش اي مسافات ما بينهم. هلف الخيط واسحب منهم كلهم. هي دلوقتي هتلاقوها مبرومة. الدور الجديد هتبدأ تتفرد. هقفل بغرزة منزلقة واقفل بواحد سلسلة لو انا عايزة نفس اللون، وبعدين اشطب اللون الاصفر وبعد كده ابتدي اللون الجديد، او ان انا ببتدي اللون الجديد واخبي الخيوط وانا بشتغل. اجيب اللون الجديد واسحبه واشتغل بيه غرزة منزلقة. طبعا هشد الخيط الاصفر ده وهطلعه معايا هنا. خدوا بالكم يا جماعة علشان برضو في ناس كتير بتتلخبط. هاخد الطرف بتاع الخيط بتاعي والخيط اللي انا قصيته او نهيته في اخر غرزة عندي بحطه في اول الشغل قدامي بالشكل ده كده، هو والخيط الجديد، علشان ابتدي اخدهم معايا اثناء الشغل، ويبقى انا بنهي وبنظف الشغل وبخفيه اول باول كده. قفلت بمنزلقة باللون الجديد. هشتغل 1 سلسلة. هبتدي بقى في ال6 غرز اللي هما اللي باينين وظاهرين قدامي هشتغل فيهم. اول حاجة هشتغلها 1 سلسلة، بعد كده في نفس المكان واخد الخيط بتاعي قدامي علشان اخفيه. هبتدي اشتغل 3 غرزة عمود بلفة كاملين. اول واحدة، هنا التانية، وهنا رقم 3 بالشكل ده كده. هي هتبدأ التدويرة اللي حصلت في اول دور هتبدأ تتفرد بعد ما نخلص ال6 بتلات. اول بتلة بعد كده بعد ال3 غرز عمود هبتدي اشتغل سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة منزلقة. طبعا بتبقى ضيقة في الاول شوية بس بعد كده بنشتغلها عادي. هنيجي بعد كده دي الغرزة التانية، او ده حرف الفي هو مبروم شوية، ده اللي هندخل فيه اهو. بعد كده هشتغل
غرزة منزلقة علشان بتنقل بغرزة المنزلقة دي للبتلة التانية بالشكل ده كده. وباخد طبعا الخيط معايا، ببتدي اشتغل نفس التكرار، 1 سلسلة، بعد كده في نفس المكان اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده 1 سلسلة، بعد كده غرزة منزلقة في نفس الغرزة بالشكل ده كده. اتمنى انها تكون واضحة. هبتدي اكرر، ممكن افرد الدور الاولاني بالشكل ده كده علشان تبقى الغرز واضحة لي شوية اكتر. ابتدي اكرر ان انا اعمل منزلقة، 1 سلسلة، كل دول في نفس المكان، 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. ابتدي اخد سلسلة وابتدي في نفس المنزلقة بالشكل ده كده. هنا انا عملت 3، هكرر في ال3 غرز الجايين نفس الكلام واقول لكم تقفلوها ازاي. هنا وصلت لاخر غرزة اشتغلتها، 1 سلسلة، بعد كده 3 عمود بلفة، 1 سلسلة. هبتدي اشتغل غرزة منزلقة في نفس المكان وارفع الخيط بتاعي شوية واقصه علشان هبتدي اشطب الخيط بالابرة بتاعتي جوه علشان ما يبقاش فيه فراغ، لان دي مش غرزة جديدة، دي الغرزة الاولانية اللي انا اشتغلت فيها وابتديت فيها الوردة بتاعتي. انا بعد ما لضمت الخيط هبتدي ادخل في اول عمود هنا بالشكل ده كده، وبعدين ارجع ادخل من نفس المكان اللي انا خرجت منه واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده كده علشان اقفلها. وهي كده اتفردت معايا بنسبة كبيرة. طبعا انا هظبط الخيط بتاعي، ده الخيط بتاع السلاسل البداية، ممكن اخليه بالشكل ده ويبقى فيها فتحة، او ان انا اضيقها وابتدي اخفي بالابرة باقي الخيوط. هنا ده خلاص انا خفيته بمسافة كافية فهقصه بس وخلاص على كده علشان ما تضيقش اكتر لو انا ابتديت ادخله بالابرة اكتر من كده. هنا الخيط ده هبتدي بقى ادخله بالراحة خالص تحت الغرز بتاعة العمود بلفة وما تبقاش ظاهرة من بره، اهم حاجة علشان ناخد بالنا في تشطيب الخيوط بالشكل ده كده. ممكن امشي عليه كمان مرة هنا، وممكن امشي في نفس المكان مرة رايح مرة جاي، بس باخد بالي من الغرز علشان ما تفكش مني بالشكل ده كده. هنضف الوردة وارجع اوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. وده كده شكلها بعد ما نضفت الخيوط. اهم حاجة يا جماعة ما تبالغوش في تشطيب الخيوط وتشدوا علشان ما تكشش منكم، دي اهم حاجة. الطريقة دي تقللوا وتكبروا في عدد الغرز بتاعتكم، يعني بدل 6 مجموعات تعملوها 5 مجموعات وتبقى اصغر زي كده. انا هنا عملتها على 5 بتلات وكانت حلوة. وطبعا ده على حسب المشروع اللي انتم ممكن تستخدموا فيه الورد ده. طبعا اكتبوا لي افكاركم تحت في التعليقات، ممكن الورد ده تستخدموه في ايه الافكار اللي ممكن تستخدموها فيه بالشكل ده كده. اتمنى ان الشرح كان سهل وبسيط وواضح. ما تنسوش تعملوا لايك، شير، اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بينزل على القناة.